السلام عليكم، مرحبا بكم، شراكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير. صحة جيدة. جيتكم اليوم في قناتي، قناة سندس النيلية. رحب بكم كامل اللي دخلوا جدد واللي راهم عندي نقول لكم مرحبا بكم، وان شاء الله تكملوا معايا الفيديو للاخر. اليوم جبت لكم هذه الوصفة التقليدية الجلفوية النيلية اللي هي طعام بالمرق تاع الهرماس، وبنينة تهبل. جيت نعرفكم بهذا الطبق نايلي، ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. وهذا طلب لمشتركاتي العزيزاتي، واحدة طلبت مني بالتفصيل المرق تاع الهرماس اللي نديروه للفتات، وواحدة طلبت مني طعام بالمرق تاع الهرماس والتمر والبصل. هذا نديروه حنايا طعام. ونقول لكم حبيباتي، اليوم درت لكم وصفة طلب لي طلبين. المهم شوفوا هنايا عندي، المهم تابعي كامل التفاصيل اللي راكي طلبتي الوصفة. شوف هنايا راني درت رطل تاع هرماس، غسلته مليح 3 مرات ولا 4 مرات، وهذه المرة الأخيرة الرابعة اللي درت فيها الماء صفيته، راني درته في ذيك الكاسرونة ودرت فيها الماء. وهنايا التمر، هنا حوالي تمر، نص رطل تاع تمر او رطل ناقص منه شويه. انا كانت عندي هذه كميه ما وزنتهاش. ثاني نشللها. هنايا راني عارفه بلي تمر راهو جديد ونقي، ما من الهرماس راكي تعرفي اذا كانوا حبات راكي تنقيهم، حبات اللي ما مش ملاح وتنحيهم. وهنا راني كما تشوفي درتهم فوق النار يغلو. هنايا وقت تنحيه هنا نقص عليه من النار، كي تشوفيه غلاء وتنحت لك العلفه تاع الهرماس على الهرماسه تنحت، عرفي هنايا طاب. اما تمره ثمثم يتحرحر معانا يطيب. شوفي هنايا شوفي هنايا كما عندي حبه بصل كبيره راني قطعتها كما هاك. نجي هنايا نديرو في هذا الصحن باش يبرد لي، هنا خلوه يبرد باش نقدروا نمرسوه. كما كتشوفي يجيب هذا القوام ساهل ماهل. كاين اللي يتخوفوا منه به، ما كانش ما مش موالفين يخدموه. شوفي هنايا راهو نقي، انا تاعي الهرماس راه نقي. نجي نمرسو مليح. هاي وينه المشتركه العزيزه اللي عندي بعثت لي في الخاص، نقول لك حبيبتي ان شاء الله تكوني في المشاهده. وهذايا الفتات تدخلوا القناه وتشوفوه بالتفصيل. نجي هنايا نمرسو. انا هنا جاني شويه سخون، قلت نديرو في الكسكاس باش يبرد وتصفى مني هذه لاصوص سخونه ويساعدني ثمثم. اما كي عود عندك تي الهرماس راهو طايب مليح والاخر ما كلاه تصفيه في الكسكس، امرسيه طول وديريه في الكاسرونه. شوف هنايا نحاول نفرق كامل هذيك لاصوص، ومن بعد نجي نمرسو بيدي عادي كما يديروا امهاتنا. هذه الوصفه كما تعرفوا تقليديه تاع امهاتنا وجدواتنا، ربي يحفظهم ان شاء الله ويطول في اعمارهم. نجي نمرس ونح هنايا النواء او العلف نحهم كامل نديرهم في ذاك الصحن. بعد رانا نعاودو نشلوهم، لازم نستخلصوا كامل من الهرماس والتمر، ما نضيعوا والو. شوفوا هنا درت كاس ماء، راني حاولت نعبر لك بالتفصيل لخاطر انا مولفه ندير عيني ميزان. نديرو هنا كاس ماء باش شويه تصفى معانا الاخر. وشوفوا هنايا بعد ما نحيت كامل النوى نشد كيما هاكو نحك على الكسكاس كامل تخرج هذه العقده تاع التمر والاخر. وهنايا النوى وكامل نصفيهم. درت هنا الماء، شوفي يعني درت 2 كيسان ماء، ونزيد هنا كاس ثالث، ونعاود كامل نصفيه. هنايا راني درت 4 كيسان ماء. الكاس الاول درناه في الكسكاس مره الاولى وثلاثه في الصحن، وهذا الرابع. معناتها درت 5 كيسان. شوفوا نخلط كامل كما تشوفي هنايا ثقيله وصافيه. هذه نديروها في المرق تاع طعام، نديروها في الفتات،
حاليا راهم ولاو العراس تاعنا تاع ولاد نايل راهم يحطوا المرق تاع الطعام وحدها ويديروا هذه المرق يرافقوها ثاني وحدها. شوفي درت كاس سكر ودرت قرصه ملح، ما نتكثرش ملح، قرصه ملح فقط. وهنايا البصل، هنايا راني درت انا حبه بصل كبيره كيما هاك تقدري ديريها للفتات هذا الماء. اما تاع الطعام راهم يزيدوا لها شويه بصل، زيدي لها نتيا البصل. ونديرو هنايا راني درتها فوق النار. هنايا بعد ما نشوفوها نخلطو مليح، وهنا نشوفوها بدات تقلي، قدر ما تقلي شويه تبقبق ويدخل البصل يدخل له شويه طياب، راه ما يعودش طايب. ما نطولوش عليها ونحوها، المهم حوالي 10 دقائق 20 دقيقه ثم نحوها وتولي المارقه تاعنا واجده. وهنايا السكر كما قلت لكم درت كاس، بصح انتي على حسب الهرماس كاين راه يجي حامض. شوفي ذوقي وشوفي هذه المارقه لازم تجي حلوه. وهنايا جيت للطعام، هنا بعد ما غسلته راني درت له شويه زيت ونفورو. طريقه بالتفصيل في هذا الصوره. الكسكس طعام نايل ولاد نايل راني دايرته في القناه، ادخلوا ليه كامل بالتفصيل كيفاش نشمخوه، كيفاش نفوروه، كيفاش ندموه، كامل تلقاها هنايا. انني هنا ما درتلكمش ما عاودتلكمش، ما حبيتش نعاود ونكرر في الطعام، راني دايرته لكم في القناه. ادخلوا شوفوه. هنا راني درت، راح نديرو يفور هذه الفوره الاولى، ومن بعد نجي نوري لكم كي نكمل نفورو كامل نجي نعود في الندم فيه. نشوفوا هنايا نجي ندمو. وهذه هي حنونتي اللي قالت لي ديري لنا طعام بالمرق تاع الهرماس والتمر. نقول لك حبيبتي راني درتو لك. شاهدي الفيديو للاخير وما تنسايش جيم وخلي لي رايك في التعليق، وان شاء الله تجربي الوصفه وتخليها لي ديري وتشاركينا بتطبيقك في جروب سندس، مطبخ سندس. وندير شويه سكر هنايا، ودرت هنا عنب. انا ولاتي يحبوا الطعام بالعنب، عن هاني درتو. هو عادي مرات راه ما يديروش المرقه تاع الطعام تاع الهرمس عادي، كاين اللي ما يديرش العنب. المهم نقول لكم حبيباتي سمحوا لي راني نطول عليكم، والله راني في ظروف ربي عالم. ان شاء الله راني نكون معكم ديما. راني جيت في خاطر هذه المشتركه اللي قالت لي ديري لي المارقه تاع الهرمس، وهي عندها سمانه وهي تقول فيها. نقول لك حبيبتي سمحي لي، والله ظروف، وراني ان شاء الله راني درتها لك وجربيها وتنجحي فيها، واذا درتيها شاركيني بتطبيقك. شوفوا هذه كملت هنايا، ها هي وين المارقه تاعنا تاع الهرمس، جات بنينه وخاطره وجات تهبل. شوفوا كيفاش راني. وهنا نسقي هنايا في الطعام هذا ويجي خفيف في ماكلتو هذا الطعام تاع المارقه تاع الهرمس. نجي هنايا نزيد نوريكم المارقه. هنا راه الحكايه قاعدين على المارقه تاع الهرمس. هذه كميه راهي كبيره راني درتها لكم، هذه تاع الهرمس هذه تليق القصعه تاع فتات، اما تاع طعام نقصوا. هذه راهي تقعد منها وندير منها الفتات انايا. شوف. وهذه هي نقول لكم حبيباتي سلام، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي.